تكرم الوقوف تجديد متقدمة في الترتيب الرابع ب13 نقطة ب4 انتصارات هذا الموسم، وهي أفضل بداية للنادي في تاريخ مشاركاته في دوري المحترفين، وإن كانت فقط في الموسم الثاني على التوالي، لأن الرياض غاب لسنوات. لمصلحة الاتحاد الانطلاق 3 دقائق سريعة. كريم بنزيما ينطلق في الأمام الآن. المحاولة الاتحادية الحاضرة محاولة لاختراق دفاعات فريق الرياض. بنزيما نقل الكرة. انتصار فريق الشباب على العروبة جعله في المركز الخامس، وجعل الشباب في المركز الرابع. إبراهيم باش في اللقطة الماضية الخيبري إلى إبراهيم بايش. إبراهيم يحاول المرور، لا تزال عند إبراهيم مع مهند الشنقيطي. إبراهيم مع كانتي حصل على الكرة، والكرة الآن إلى رمية جانبية لمصلحة فريق الاتحاد وفريق الاتحاد. والكرة الآن إبراهيم في الجانب الأيسر للرياض. الانطلاقة، البحث عن زميل، البحث عن محمد في الجهة اليمنى، كانتي معه، وسامي الجريس لا يرى شيئا في اللقطة الماضية. سامي الجريس حكم الساحة في هذه اللقطة الماضية. كرة إبراهيم بايش الآن ونواف السقاف. إذا القرار المتخذ بعد العودة إلى تقنية الVAR يتخذه سامي الجريس. إقصاء يعدل عن البطاقة الصفراء ويستبدلها بالحمراء. سامي الجريس الآن يستبدلها. يعاني الرياض الآن، يعاني الرياض. إقصاء في الدقيقة 27. إقصاء الرياض ب10 لاعبين بعدما أن تم طرد زياد الصحفي. نقاش إبراهيم بايش الآن العراقي مع حكم الساحة سامي الجريس عن اللقطة الماضية. إذن يعدل عن القرار سامي الجريس. أشهر الصفراء في الدقيقة 25. تم عدل وجميلة وسيغادر أرضية الملعب. إذن هذه اللقطة الماضية لقطة عوار ولقطة أيضا زياد الصحفي، والقرار المتخذ من قبل موسى ديابي صاحب 8 تمريرات حاسمة. ديابي حط كرة، كريم عداها خطيرة وكرة يسجل بضربة رائعة. يا عيني على اللقطة، ما أجمل الصورة، ما أجمل التسديدة، ما أجمل الهدف، ما أجمل كانتي، ما أجمل كانتي، ما أجمل كانتي. شوف كريم عداها وجوله، وسجل جوله بروعة بروعة روعة روعة بروعة. خدع الجميع، نعم خدع الجميع كريم وموسى. وبعد ذلك الكل انتظر بنزيما، نسوا نقولوا نجم الشوط الأول بدون منازع. هاجم موسى ودافع عن مرمى الاتحاد. الآن ما رأيكم أن أهاجم وأسجل للاتحاد؟ كبير العطاء، والرياض يسعى للرد في هذه اللقطة مرة أخرى لمصلحة بايش. فابينيو افتكاك وتدخل، تصل كرة على الكرة الماضية، والكرة الآن لمصلحة فريق الاتحاد في المنتصف. مقطوعة إبراهيم أمامية. محمد الآن لفريق الرياض، محاولة المرور، هل يستطيع الظفر بهذه الكرة وتسجيل الهدف الأول؟ محمد سدد فيتش في اللقطة الماضية. والكرة إلى خارج هذه اللقطة الماضية، والتسديدة إلى خارج أرضية الملعب. كرة بابا، هذه الكرة الماضية كرة إبراهيم بايش، ثم لعب الكرة إلى محمد في اللقطة الماضية، ومتابعة عبد الإله العمري في الكية. ماريو إلى ستيفن إلى بنزيما. كريم أمامية اتحادية للاتحاد الآن إلى ستيفن. مقطوعة إبراهيم لفريق الرياض في الجانب الأيمن. منقولة الآن أمامية، لا تزال الرياض. التغطية من قبل سعد الموسى. عراك كروي بين إبراهيم بايش وبين سعد الموسى وإلى خارج أرضية الملعب. صبري الآن الفرنسي من أسلان
الكرة الآن منقولة في الجانب الأيمن. هو أول من سجل هدف ذهبي في عالم كرة القدم في كأس العالم 98 اللي حققتها البرازيل. هو أول من سجل الهدف الذهبي. وتذكرون جيدا قصة الهدف الذهبي التي أقرت في سنة 96. قلها في الجانب الأيمن منساف لمصلحة فريق الرياض. حسين النواكي منقولة، إبراهيم بايش معاه الآن موسى سعد حصل على الكرة قطع. واحد من أبرز اللاعبين في تاريخ نادي الاتحاد إنه فهد المولد اللي نتمنى له الشفاء العاجل، وندعو الجميع كل يوم ودائما بالدعاء لنجم الأخضر ونجم الاتحاد ونجم الشباب ونجم العديد من مثل العديد من المنتخبات السعودية على مستوى الناشئين والشباب والمنتخب الأول. فهد المولد يحتاج إلى وقفتنا جميعا إلى هذه المواجهة الثانية بينهما. الكرة الآن منقولة في الجانب الأيمن. الهجومي كان الآن محاولة صدمت وعادت تصل إلى إبراهيم بايش تسديدة لكنها بعيدة كل البعد عن مرمى الحارس رايكوفيتش. إلى ضربة مرمى، ربما هنا عسيري. المحاولة والتسديدة من ستيفن في اللقطة الماضية، ولكن متابعة ويقظة لاعبي فريق الرياض تتواجد في المكان المناسب في الكرة الماضية. والكرة عند إبراهيم تم إلى خارج. ديابي حط كرة لكن التغطية من جانب إبراهيم العائد الوراء. بيرغوين يصل لكرة يكسب رمية جانبية. عدى مشى بالكرة مهارية الآن. الكرة الآن مقطوعة من قبل حسين في اللقطة الماضية أو أحمد عسيري خلص الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب. خلصها أحمد عسيري اللقطة الماضية. رمية جانبية أيضا تنفذ أمامية إلى الأمام. الانطلاقة خطيرة. محمد الآن في الجانب الأيمن. إبراهيم يحاول المرور مقطوعة من قبل ماريو في الجهة اليسرى للاتحاد. ماريو احتفظ بالكرة. فابيانو عاد الكرة إلى الخلف. كأس الملك بالتالي هذا يعطيهم تركيز أكبر على دوري روشن. التغييرات تأتي إذن في قائمة لاموشي. بايش يترك مكانه. إبراهيم صاحب 3 أهداف. موهبة عراقية. محمد العقيل خيار قادم